لو عروسة جديدة وبتعملي مطبخك او ست بيت وبتجددي وبتعملي مطبخ جديد، اوعي تغلطي الغلطة دي. بصراحة ترولي الزيت غير عملي تماما يا بنات، مش عملي ابدا ابدا. وزي ما انتم شايفين كده صدى تنظيفه صعب جدا، بصراحة ملوش اي لازمة. اقسم بالله ندمانة جدا ان انا عملته فعلا. لكن بصراحة فكرت ان انا اشيله، خليت ابني فكهولي، وحبيت ان انا استخدم مكان الترول ده. وهاخد طبعا الجزء الخاص بيه اللي هو الستانلس ستيل ده. عايزه اقول لكم ان انا عامله المطبخ ده من حوالي 3 سنين واكتر. الجزء الستانلس اللي صد قدامكم ده بس لوحده كده كان ب500 جنيه. ومع ذلك صد زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم تنظيفه صعب جدا ومش عملي. ما بعرفش احط فيه اي حاجة غير ازايز الزيت وكام حاجة بس كده على الوش، لان بيبقى صعب جدا تمدي ايدك لجوه وتطلعي الحاجة. فانا بصوا، انا بوريكم، بصوا مكانه مش نظيف ابدا. فعشان يتنضف اضطريت ان انا افكه تماما. اخدته طبعا غسلته كويس جدا وهحطه على رخامة عندي وهبدأ استخدمه بحيث ان انا استفيد منه اكبر استفادة. تمام. عايزة اقول لكم بقى ان المكان الخاص بيه انا قررت ان انا اعمله مكان لباسكت الزباله، لان انا ما عنديش مكان في المطبخ خالص لباسكت الزباله. زي ما انتم شايفين كده بحط اكياس في ضرفه المطبخ وبعلق فيها الزباله بتاعتي. ده شكله هنا بعد ما غسلته. قررت ان انا اخليه جزء خاص كده بالكوبايات وبالمجات اللي عندي. زي ما انتم شايفين كده حطيت فيه كوستر خوص، وبدأت ان انا انظم الحاجات بتاعتي. طبعا هرتبه احسن من كده، لكن عشان كنت مستعجلة وحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو بتاعي. هجيب بقى باسكت مكانه للزبالة عندي، عشان انا زي ما قلت لكم ما عنديش مكان للباسكت خالص في المطبخ. يبقى انا كده استفدت من كل الجوانب. عايزة اقول لكم بقى ان احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وان انا بحبكم جدا جدا، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. واقول لكم مع الف سلامة وباي باي.